بدأ الاحتواء والتعريض. الاحتواء عشان النهارده كان في مباراة الفضيحة اللي كانت مكشوفة على البحري، نادي سارق أرض الدولة وبيبيعها ودفعش فلوسها، والدولة سمحت له وسمحت للنادي إنه يكمل بيت البيع، في حين إن الضغط كله على أندية تانية إنها لازم تسدد. طب بكلمة بقى الاحتواء والتعريض، لجنة التفويض اللي برئاسة وجيه أحمد لما يعينوا حكم طويل ان يحكم مباراه زي دي، ضربه الجزاء بتاع المصري صلاح محسن لما لفندو عمر جابر لما دخل ضربه كعبله برجليه الاثنين، لا ما فيهاش ضربه جزاء، ما فيهاش انذار. لكن نعمل ايه؟ ده محمود ناجي الزملكاوي هو وبتوع الفار عشان ما عندوش ضمير ولا اخر. لجنه الحكام لجنه كل عالم عشان يعينوا حكام بالطريقه دي، يبقى هنقول على الدوري السنه دي يا رحمن يا رحيم. بس اياك تكمل والزمالك يكمل، لانهم بيجهزوا له ناس ثانيه اهو. ليه؟ عشان الناموس بتاع الدوله، هو ده الناموس ان يجي له حكام بالتخصص. لو تسال النادي يقول لك ايه؟ اصل شايف مش عارف عامل ايه. طب يعني اللي عمله عمر جابر ده حلال؟ ما هو نادي بيقبل الحرام وعايش على الحرام واكل حقوق اللعيبه، ده حتى لا في لعيبه مشيت ما خدتش فلوسها. ارحموا جماهير مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.